على أحر من الجمر كنا ننتظر المشعوذ صاحب الأعمال والأسحار عثمان الذي وصل سريعا للكمين الذي أعده رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، وما هي إلا لحظات بعد بلعه للطعم حتى بدأت المساومة وبدأ الحوار مع المشعوذ الذي أوهمته بأني مسحور وأرغب بالزواج من فتاة تسمى ندى وأنها رافضة لي، فقال على الفور إن الأمر بسيط، فقط أحتاج لاسمها واسم أمها واسمك واسم والدتك، وسأعطيك بعضا من الأشياء كي تستخدمها وتشربها، بعد ذلك يصبح الجميع تحت أمرك. نخلص من هذه ندى و20 ندى، 20 ندى، لو وقفوا العالم كله يبعد عنك ندى حنجيب. سبحان الله. ولم يكتفي المشعوذ عثمان بذلك، بل فاجأني بكذبة قوية ليس لها مثيل. هذه بالنسبة للمحبة والتقريب، عليها آية لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لسيدنا موسى إبليس أحب سيدنا. نعم، اليوم ألقيت عليك محبة من عندي وصنعتك لتصنع على عيني. وبعدما توالت الكذبة تلو الأخرى كشف لي المشعوذ ماهية السحر الذي يربطني، وفي حقيقة الأمر كانت جميع كلماته هراء ليس لها أساس من الصحة. هذا عمل شو اني اصير ما اتوفق في عملي؟ ما تتوفق في عملك. انا حاسس ان في العمل احس اني يكون في مشاكل بينك وبين المسؤولين. وعندما سألناه عن المكان الذي دفن فيه العمل صمت قليلا ثم استرسل قائلا: المشكلة سببها امرأة. وين العمل مدفون على الاقل؟ هذا العمل ما بالضروري يدفع. هذا العمل عمل بتاع سفلي بيجي بيأثر عليك في جسمك. لا اله الا الله. ولم يكتفي المشعوذ عثمان بذلك، بل وعدني أن تتحقق جميع أمنياتي في ظرف أيام قليلة، وإن زادت عن ذلك لن تتجاوز الأسبوع. كم يوم والأمور تصير طيبة إن شاء الله؟ أنا شغلي ما بيزيد عن أسبوع. قول يا رب، قول يا رب. الله كريم يا رب. وأنت أنا بعدها أكون على اتصال. ولإضافة بعض من الرهبة والجدية على ما يفعله أحضر ماء وبخورا وأوراقا مليئة بكلمات غريبة، وخوفا من أن أكشف أمره منعني من فتح الأوراق. ورقة شو هاي؟ هاي ورقة عليه اسمها يعني ما أفتحها؟ لا ما تفتحها. هذه فيها سورة ياسين الأعظم. سبحان الله. نعم. بعدد إدارة السماوات والأرض ملائكة 13 مضروب في عدد 21. وأخيرا حان موعد الحساب ثم العقاب. فتح الكتاب كم عندك؟ هذه 500 وهذه 500 الاثنين ربي انزين. أول أنا بعد ذاك اللي تعطيني اللي بتقول لي. وأنا بعطيك 2000 الحين. أوكي، على تواصل بعد أسبوع. مع السلامة. مع السلامة. انزل. مسكين عثمان لم يهنأ بالمال، وذهبت أحلامه بالثراء السريع من وراء السذج من الناس أدراج الرياح، فهو الآن ذاهب إلى خلف القضبان، لا يستطيع الطيران أو تحرير نفسه، عاجز عن حل مصيبته التي سقطت على رأسه في الوقت الذي كان يدعي فيه بأنه يستطيع جلب السعادة والثراء وشفاء الأمراض للناس. هذا شيء بسيط للناس أو المجتمع، بعض الفئات من المجتمع، ما نقول ان احنا كل المجتمع، لأن مجتمعنا متعلم مثقف يدرك الأشياء هاي، لكن نحن نقول هاي بعض الفئات الضعيفة بعيدة عن الإيمان وبعيدة عن تواصل مع المجتمعات. ويعاقب القانون كل من يقوم بأعمال الشعوذة والسحر بالسجن والإبعاد عن الدولة بغية حماية الناس من شرورهم. تدخل تحت مادة الاحتيال، تحت مادة الاحتيال 399. طبعا تروح في سلك في القضاء وينبعدون، ياخذ حكمه وينبعدون عن الدولة.
وهكذا تبقى أحلام بعض السفهاء البعيدين كل البعد عن الدين حبيسة لمئات الأوراق التي ضبطها رجال التحريات في جيب المشعوذ، والمليئة بأسماء وأرقام أهم زبائن الساحر. قنينة ماء وسدر وبعض من الأوراق المليئة بالخزعبلات فقط ب2000 درهم لبعض من ضعاف النفوس الباحثين عن السعادة الوهمية عن طريق السحر والشعوذة. من الإدارة العامة لشرطة عجمان، محمد الخطيب، أخبار الإمارات.